الافلام الهوليوديه ديال الجزائر. هنا قطعوا الصله ديالو مع المنتظم الدولي، وقطعتي الصله ديالك مع المنتظم الدولي يعني قطعتي الصله ديالك حتى مع الاتحاد الاوروبي لانه جزء كبير من المنتظم الدولي. والاشاره القويه لهذا الشيء كله والدليل على هذا الشيء كله هو البرلماني الاوروبي، عفوا البرلماني الالماني اللي كان رئيس واحد الجبهه كبيره داخل البرلمان الاوروبي اللي كان كيدافع على جبهه الفراقشيه. هذا قدم استقالته وقال ان الجبهه الفراقشيه اصبحت تغرد خارج السرب القانون الدولي واصبحت خارج القانون. اشاره قويه على انكم خصكم تجمعوا راسكم، راه وليتوا غير مرغوب فيكم. ودابا الاتحاد الاوروبي كيجمع هذه الادله كلها باش يدولها على اساس انه يصنف جبهه الفراقشيه وجبهه البوليزاريو على انها منظمه ارهابيه والجزائر دوله حاضنه للارهاب. هذا الاعلان الثلاثي ايضا عطينا اشاره اخرى، دليل قاطع كون المغرب كيتمتع بواحد الخصوصيه. كنقولوا المغرب كنقولوا الامه الدوله، ماشي دوله، الامه الدوله، حيت الجار السوء ليست بدوله وعندها هذه الغصه والعقده التاريخيه على كونهم ما عندهمش تاريخ. واش كانت شي حاجه سميتها الجزائر قبل الاستعمار؟ ما كانتش. على هذا الشيء هما تيامنوا بالاراضي الموروثه على الاستعمار، يعني حتى يجي المستعمر يقسم البلاد ويقطرها ويجزئها وانذاك نعترفوا بما من علينا المستعمر. وهذا قمه الخذلان والذل وعدم الكرامه. المغرب 15 القرن، المغرب دوله ضاربه في جذور التاريخ، دوله عريقه، امه عريقه بسياساتها والتقاليد ديالها المعروفه. كيف ما شفتوا هذا الشيء كله من خلال الوفد اللي كان في هذا الاعلان الثلاثي، الوفد هذاك مائر بن شباط مستشار الامن القومي الاسرائيلي اللي هو مغربي، وجا عطى الولاء عبر كلمات معروفه الله يبارك في مرسيدي الى اخره. هادو كلمات ديال الولاء للسلطان. يعني تصوروا شخص وزين في السلطه جا كيعطي الولاء عبر وسائل الاعلام اللي كانت عالميه، وكيتكلم ماشي بالعربيه ماشي بالفرنسيه والانجليزيه، بالدارجه المغربيه اللي هي خصوصيه ثقافيه. هذا ايضا كيعطينا او كيبين على ان المغرب عنده هذه الخصوصيه الثقافيه ديالو والدينيه، واللي هو بلد التعايش. في ظل هذا الزخم كامل، في ظل هذا الثقل السياسي، وفي ظل هذا الثقل القانوني، وفي ظل هذا الثقل ايضا الاقتصادي، لان المنطقه تحولات، المغرب تحول. المغرب دابا كيشوف ما وراء كورونا، التحالفات الاستراتيجيه اللي دارت بناء على العلاقات الجديده ما وراء كورونا، التحالفات الاقتصاديه ايضا ما بين المغرب وغرب افريقيا. ودابا كيشوف في نيجيريا على اساس تكتل مع الصدى واللي غادي يخلق واحد التكتل اقتصادي في شمال افريقيا كبير وعظيم، وغادي يكون عنده نفع كبير، لاننا غادي نحيدوا هذيك الورقه ديال موريتانيا ونيجيريا، والاعتراف غيكون عن طريق الاقتصاد وتبني القوه الاقتصاديه. لان الدوله اللي بغيتي تعترف بك خص يكون عندك وزن اقتصادي، ماشي بحال الدوله الجار السوء. لان الردود الفعل ديالها شنو؟ اش كدير؟ اشنو هو رد الفعل؟ اش كدير هاد الجينيراسيون؟ شنو بداو يديروا؟ واش هاد الناس عندهم شي وعي سياسي؟ واش هاد الناس كيديروا شي حاجه اللي هي في صالح الشعب كيف ما المملكه المغربيه كدير شي في صالح الشعب والامه والاستقرار ديال المنطقه؟ مشات عيطت على خالد نزار المحكوم غيابيا ب20 عام ديال الحبس، وعيطت على توفيق مدين القزاز